العديد منا أثناء القيادة في الليل قد يواجه حواجز الشرطة، والشرطة واقفة مع بعض الأجهزة الصغيرة التي تنفخ فيها، والشرطة تعطيك تصريحا نظيفا أو قد تضعك في الحجز. هذا ليس سوى اختبار جهاز تحليل التنفس الذي يختبر محتوى الكحول في الدم. من الواضح أن اختبار الدم ليس ممكنا في مثل هذه السيناريوهات، لذا فهو طريقة جيدة لاختبار كمية مستويات الكحول السامة أو غير السامة التي لديك. هل من الآمن لك القيادة مع تلك الكمية من الكحول الموجودة في دمك؟ لذا فإن جهاز تحليل التنفس للكحول يحاكي بشكل أساسي مستويات الكحول في الدم. لذا إذا نفخت في الجهاز فإنه يعطي قراءة، ويمكن للشخص الذي يجري الاختبار تفسير القراءة على أنها آمنة للقيادة، غير آمنة للقيادة، أو قاتلة للقيادة. لذا فإن أجهزة تحليل التنفس دقيقة للغاية. بعض منها أجهزة تحليل قياسية جيدة لديها دقة تزيد عن 90%، ومع ذلك يمكن أن تعتمد الدقة على كيفية النفخ وما الطعام الذي تناولته وجبة ثقيلة قبل الكحول مباشرة. كل هذا يمكن أن يغير الحساسية، ومع ذلك عند القيام بها بشكل صحيح فإن حساسيتها تزيد عن 90%.